دلوقتي يا جماعه هنقدم المعتقلين اللي معانا اللي تم اعتقالهم في الفتره الاخيره وفي احداث واونه مختلفه. اول واحد هنقدمه هو احمد عبد الرازق جمعه، الشهير باحمد المصري، السن 23 سنه. احمد صحفي وعمل في المجال الحقوقي. تم اعتقاله في احداث الاتحاديه 26/4 وتم تعذيبه على يد ضباط الشرطه في اسم مصر الجديده. كان كل مشكلته ان هو شارك في الثوره منذ بدايتها وحتى النهايه. تم ترحيله لسجن ترى استقبال وشاف أسوأ معامله في سجن ترى. انا هسيب الكلمه لاحمد هو يحكي عن كل ده. احمد المصري صحفي جريده مستقبل. انا من 26/4 كنت بغطي اخبار الاتحاديه، احداث الاتحاديه. انا اتخذت من هناك في احداث الاتحاديه. طبعا اول ما تم القبض عليا تم تكسير الكاميرا مني. اتخذت في ودوني قصر الاتحاديه وتم تعذيبي هناك في القصر. تم ترحيلي من القصر لحد اسم مصر الجديده. كتفت في اسم مصر الجديده وتعذبت في اسم مصر الجديده. امن الدوله جت حايل معايا الساعه 1 بالليل. رحلت تاني يوم مع نيابه مصر الجديده. تم التحقيق معايا وفاجئت ان انا واخد 15 يوم استمرار. فرحلت على سجن طول استقبال. اول ما دخلنا طول استقبال طبعا استقبلونا هناك وتعذبنا. طلعنا زنزانه. اول ما طلعنا هناك طبعا خدوا مننا كل الاكل وبعد ما ضربونا والكلام ده كله. فاول ما طلعنا الزنزانه طبعا مفيش بطاطين، مفيش حاجه ننام عليها خالص. اتعذبنا جوه. بعد كده جابوا علينا 3 مانو، رحنا مانو وقاسم اشرف قاسم واسلام الفولي. بعد كده دخلوا علينا الستة اللي هم كانوا متضامنين مع البلاك بلوك قدام محكمة التجمع الخامس. قعدنا حوالي في الأوضة 33 واحد. خلاص احنا بنتعذب جوه تعذيب. اتعذبنا جوه تعذيب، يعني هم بيعذبونا مفيش أي آثار. فهي كانت إهانة جوه. بس فقعدنا نزلنا بعد 15 يوم. نزلنا خدنا 15 يوم تاني استمرار. بعد 15 يوم التانيين برضك رجعنا سجن طول استقبال. نزلنا عملنا استئناف ال 15 يوم. خدنا إخلاء سبيل. خدنا إخلاء سبيل يوم التلات. المفروض كنا خرجنا، لا احنا رجعنا سجن طول استقبال. قعدنا لحد يوم الخميس واحنا ما نعرفش احنا واخدين إخلاء سبيل. بعد ما عرفنا يوم الخميس طبعا عملنا وقفه هناك عند المديريه ووقفوا الدنيا. جم خدونا الساعه 6 وهم جايين ياخدونا الساعه 6 من سجن طول استقبال. طبعا احنا خارجين قلنا لا انتوا مش خارجين. طب قلنا لهم ليه؟ قال لك انتوا الاخلاء السبيل بتاعكم ضاع، تقعدوا يومين معانا كمان. كنا هنخرج يوم الثلاث، لا احنا جالنا يوم الخميس. جالنا يوم الخميس عشان نخرج. قال لك انتوا هترجعوا تاني الاخلاء السبيل بتاعكم ضاع. فضلنا ساعه قاعدين في سجن طول استقبال خلاص لحد ما حصل اتصالات والكلام ده كله. فخرجونا من المديريه. كل اللي عايز اقوله احنا اتعذبنا تعذيب بيعاملك معامله انك مش معامله انت اصلا. اللي احمد ندد عليه هو التعذيب النفسي اللي تعرض له كذا حد من المعتقلين في الاونه اللي فاتت، اللي هو التعذيب يقلعوا هدومه. طبعا كان الجو ساقع جدا، كان هدوم مش نظيفه، كان المكان نفسه غير صالح ان هو يبقى معتقل او ان هو يبقى مكان حجز. تمام. بعد الكلمه اللي احمد قالها وضحت العلاقه بين الاعتقال والتعذيب جدا. يبقى اي معتقل منتمي للثوره او غير منتمي للثوره يبقى لازم ان هو يعذب